الحمد لله البطولة دخلت علينا بالخير، وشفنا ان المنتخب الوطني المغربي حقق نتائج حلوة، والحمد لله احنا فرحانين بزاف. لان هاد هادشي اللي طاري دابا ما طراش من هنا من 1986. يعني احنا فرحانين بزاف، والحمد لله هي الفريق العربي الوحيد اللي دابا يتأهل للدور ديال الثمن. كنتمناو ان شاء الله باش ندوزو للربع ونشرفوا الكرة العربية والإسلامية عامة. هو صراحة المنتخب الإسباني منتخب قوي، كنعرفوه مزيان لأن بحكم عندنا لاعبين كيلعبوا في البطولة الإسبانية. المقابله ما غتكونش سهله، كما كنعرفوا الكره الاسبانيه مزيان، كيستحوذوا على الكره بزاف. يعني غيكون من الصعب اننا ولكن ان شاء الله عندنا الطاقم، وعندنا مدرب، وعندنا لاعبين اللي في المستوى يقدروا يخلقوا المفاجاه في هذا الدوره ان شاء الله. الاقرب لنيل اللقب فرنسا، برازيل. والله هي مقابله اللي غتكون قويه، وحنا ان شاء الله عازمين باش غادي نحققوا شي نتيجه اللي تكون ايجابيه ونشرفوا الكره العربيه ولما لا نتاهلوا ان شاء الله ونمشيو الادوار اللي متقدمه في هذه البطوله. هو وليد مدرب اللي تعود على الضغط، وخاصه انه كان مدرب تاع الوداد اللي هو عاش هاد الضغوطات اكثر من هاد الضغوطات هذه، اللي غتخليه ان شاء الله باش غادي يتعامل مع هذا الماتش كاي ماتش من الماتشات اللي لعبهم. وان شاء الله غيكون الفوز الحليف ديالنا ان شاء الله. غنلعبوا عليها وغنجيبوها ان شاء الله. اللقب ان شاء الله كنقولوا فرنسا ولا ارجنتين، لان هي صعبه شويه ولكن مش ممكنه. ادوار من هنا لقدام للنهايه، ولكن الريتم بتاع الدول الثانيه حتكون شويه صعبه على الافكتيف اللي عندنا، اللي حيكون شويه صعب على المنتخب المغربي انه يوصل للكاس. احنا نتمنى ده حلم وان شاء الله يتحقق، but we wish for the best ان شاء الله. شكرا.